بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. بس عايزين نقول كلمتين بخصوص مباراة الأهلي والهلال السوداني اللي هتبقى في موريتانيا بكرة الساعة 9 إن شاء الله. وهو إن إحنا حطينا نفسنا في موقف صعب، يعني النادي الأهلي حط نفسه في موقف صعب بالنتيجة بتاعة المباراة الأولانية اللي هي 1-0. وانت كان المفروض يعني يبقى في سكور اكبر من كده، وانت كنت تقدر تعمل اكتر من كده، ولكن يعني الله يسامحه الحاج كولر هو اللي عمل فينا كده يعني. لكن ملحوقة ومتعوضة، يعني انت تقدر تكسب برضو، مش تقدر تتعادل، بس انت تقدر تكسب وانت عندك فرصتين، يا اما تكسب يا اما تتعادل. فانت المفروض تلعب على الفوز، بحيث ان هو لو مجاش الفوز يبقى على الاقل في التعادل وتقدر تعدي. دي اول نقطة. النقطة التانية بس اللي عايزين نتكلم فيها، زي ما قلنا قبل كده في الفيديو بتاع المباراة اللي فاتت، اللي كان قبل الماتش اللي كنا بنحكي فيه وبنشرح فيه ازاي نلعب الهلال وكده، يعني قلنا ان اكبر مشكلة بتواجه كولر هي كولر نفسه. اكبر مشكلة بتواجه النادي الاهلي هو مارسيل كولر. فيعني احنا شفنا عجايب في التشكيل الماتش اللي فات وفي التغييرات، وسواء من تأخير او نوع التغييرات نفسها او حتى توقيت تغييرات، او يعني طريقة لعب معينة ولاعيبة ما كانش المفروض تلعب، وحاجات كتير كده كان ممكن تجنب الكلام ده كله، ولكن الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. فيعني اتمنى ان التشكيلة اللي تلعب بكرة، اتمنى تكون يعني شناوي، داري، ربيعة، عطية الله، ومحمد هاني، قدامهم مروان وعمرو السولية وإمام عاشور، أشرف بن شرقي، وسام أو جراديشار، وحسين الشحات. لا أتمنى إن أبدأ بوسام وجراديشار الاتنين، عشان في لازم واحد فيهم يرجع يدافع. فلو وسام ولا جراديشار هيرجع يدافع، فهنا بنقول حسين الشحات عشان يرجع يغطي محمد هاني اللي هو سارح تماما ومش معانا، لأن الجبهة الشمال بتاعة نادي الهلال السوداني هي اللي على الشغل كله. دي النقطة الأولانية. النقطة التانية، مش عايزين نسمح لنادي الهلال السوداني ان هم يشوطوا من بره المنطقة، ان هم ما عندهمش غير النقطة دي، ودي يعني بيلعبوا عليها على طول، وخصوصا في الملعب بتاعهم في موريتانيا، زي ما شفنا في عدد من مبارياتهم قبل كده. النقطة التالتة ان احنا مش عايزين نندفع هجوميا ونسيب ورانا مساحات، لان الهلال السوداني عنده فكرة واحدة بس بيلعب عليها، وهي الكرة الطويلة خلف المدافعين، ودي تقريبا معظم أهدافهم جاية منها. وزي ما شرحنا في الفيديو الأولاني اللي هو كان قبل المباراة الأولى، شرحنا الموضوع ده باستفاضة، يعني بفيديوهات ورسم وكل حاجة يعني. فمش عايزين نندفع هجوميا، لأن احنا عندنا ما شاء الله الأربع مدافعين الأربعة بطاء، والأربعة على مستوى التمركزات سيئين جدا، والأربع مدافعين عندنا ما شاء الله عليهم يعني بيسرحوا. فدي مشكلة يعني ان احنا ما جبناش دعم دفاعي. النقطة الأخيرة بس اللي عايزين نتكلم فيها، ان رجاء الاتنين الحراس بتوع نادي الهلال السوداني والدفاع بتاعهم تمركزاتهم سيئة جدا، والحارس ضعيف جدا، سواء علي أبو عشريني أو الحارس التاني اللي كان واقف المرة اللي فاتت، تمركزات سيئة جدا. فرجاء يبقى عندنا دقة في التصويب ونصوب من بره المنطقة. أنا مش عارف احنا ما كناش بنشوط من بره المنطقة الماتش اللي فات ليه، مع ان الكلام ده الناس كلها أكدت عليه، واكدنا عليه في الفيديو بتاعنا برضو. وما يعني اكيد هم مش هيشوفونا، يعني اكيد هم مش هيشوفونا احنا، بس اكيد يعني انتوا معاكم محللين اداء يا جماعه، فمش طبيعي مش طبيعي اللي احنا بنشوفه ده. النقطه الاخيره بس، ان على مستوى العرضيات اذا كنا هنلعب عرضيات، فيا ريت العرضيات تبقى على القايم البعيد او القايم القريب، ملعبش عرضيه تبقى في نص المنطقة والحارس يطلع ياخدها بكل سهولة أو يطلعها بإيديه، أو زي ما كنا بنشوف المرة اللي فاتت. احنا بقينا بنشوف إن احنا عندنا في العرضيات بتاعتنا عرضيات بتبقى سيئة جدا، يا إما عرضية بالونية عالية جدا تعدي وتطلع ضربة مرمى أو تعدي خالص من فوق المدافعين، يا إما عرضية أصلا ما بتوصلش وما بترفعش عن الأرض.
فانا مش فاهم ليه. فاتمنى يعني ان العرضية دي تبقى على الايام القريب يا تبقى على الايام البعيد، لكن اللي احنا بنشوفه ده مش عارف بصراحة. واحنا عندنا مشكلة اكبر اننا بنعرفش نستغل الكور الثابتة خالص، لا ركنيات ولا ضربات حرة ولا اي حاجة خالص. ولو جات لنا ضربة حرة نعتمد على وسام ابو علي ان هو يشوطها وخلاص، ووسام اصلا خارج مستواه تماما، خارج الخدمة تماما. فيعني نتمنى ان احنا نشوف تسديد من بره المنطقة، نتمنى اننا نشوف تمركزات لعيبة صح، نتمنى اننا نشوف اختراقات او على الاقل عرضيات متقنة. والموضوع والله انا مش شايف ان الموضوع مستحيل، الموضوع سهل جدا يعني، مع احترامنا لنادي الهلال السوداني، ولكن يعني نادي بدون انياب، بدون انياب فعلا. فربنا يسهل وان شاء الله باذن الله يعني نصعد بكرة باذن الله. شكرا.